إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. بحبكم قوي قوي وشكرا لمتابعتكم ليا والله العظيم. يعني انا بفرح لما الاقي حتى شخص واحد اشترك عندي في القناة. لو لسه بتتفرج على الفيديو جديد ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد. ويا رب فيديوهاتي تعجبكم يا حبايب قلبي. انا بس بعمل الفيديوهات ديت عشان نتعرف على بعض ويعني نتشجع كده مع بعضينا. لو الواحدة ما عملتش حاجة تقوم تعملها كده يعني. او بشارككم يومي وان شاء الله كده خير بإذن الله وانا دلوقتي مستمرة في الفيديوهات، ما بقطعش فيديو غير لما بعمله. والله بتعب في الفيديوهات قوي يا جماعة يعني. الفيديو بينزل لكم يعني تحسوا ان هو سهل وبسيط وكل حاجة، ولكن هو متعب جدا والله. والكلام ده يعرفوه الناس اللي فاتحين قنوات وكده يعني. وربنا يا رب يكرم الجميع يا رب ان شاء الله. النهاردة هعمل سبانخ كده يعني حديد وفيتامين وكل حاجة حلوة فيها. انا بعملها ايه بقى؟ انا بغسلها كده في الاول، ما بقطعهاش خالص، بغسلها سليمة عشان الفيتامين او الحديد اللي فيها ده ما ينزلش في المية لما تتقطع. فانا بقعد اغير المية كتير لغاية ما المية بتاعتها تبقى شفافة وما فيهاش التراب اللي بيبقى فيها. تمام. طبعا وبغسل الخضرة اللي هي انا بحب الكزبرة، بس ما بحبش الشبت والبقدونس، ملهمش لازمة الصراحة يعني، او انا من رأيي كده يعني. انا بحب الكزبرة دي بس. اديني غسلتها برضو وحطيتها مع السبانخ. انا هعمل سبانخ وشوية كده ملوخية خضراء من اللي قلبكم يحبها. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، يا رب يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي يا رب العالمين. يلا نبدأ الفيديو كده ونصلي على النبي من قلبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا رب يا رب يتقبل مننا يا رب. يا رب كل يصلي كده على النبي في الكومنتات عشان نكسب كده ثواب كلنا يا حبايبي. انا جبت الطبق شطفته كده بشوية مية من مكان اللي اسمه ايه ده، السبانخ. لما شطفته فيها، لا انا ما شطفتش في ده، انا حطيت السبانخ بعد ما شطفتها فيه، بس برضو شطفت الطبق ورجعت حطيت فيه تاني. ماشي، قطعناها وسبناها وجينا للتسبيكة بتاعتها. طبعا انا عملتها معاكم في اول الفيديو، حطيت البصل وحمرته عادي يعني، وبعدين حطيت الطماطم اتسبكت عقبال ما قطعتها وغسلتها والكلام ده. ماشي، وبعدين هنزل بحبة رز كده على الوش. انا مش عارفة عندكم في القاهرة بتحطوا رز من على الوش ولا لا، بس احنا عندنا في الصعيد بنعملها كده. ولو عايزين تعرفوا انا منين اكتبولي في الكومنتات. وانا هرد عليكم. يلا يا حبايب قلبي، والله العظيم انا بتشجع وبتحمس لما اشوف اللي مثلا واحدة تكتب لي كومنت حلو كده زيها، مشاهدة حلوة، لايك جميل منكم، بتشجع والله وبتحمس جدا. يلا ربنا يوفقنا يا رب، يوفق كل اللي بيسمعنا وكل اللي يقول امين يا رب العالمين. انا اسفة على الصورة او الفيديو في اول الفيديو. يعني مثلا الصورة في اول الفيديو ما كانتش حلوة خالص، لاني اكتشفت ان الكاميرا كانت مش ممسوحة كويس. ولكن في الفيديو ده او اللقطة دي شايفين انا مسحت الكاميرا حلو، وبعدين لقيتها كده وضحت اكتر وظهرت. اقول لكم ليه بقى؟ لما باجي اطبخ او حاجة السمنة او وانا بحمر البصل او بحمر اي حاجة،
الدخانة دي او مثلا اي حاجة طالعة من الحلة بتيجي على الكاميرا، يقوم ايه مغبش الكاميرا كده او مدياها اضاءة مش لطيفة. تمام. لكن في الفيديو اللي قدامكم ده دلوقتي انا ايه مسحت الكاميرا وبعدين كملت. وللاسف انا ما اكتشفتهاش في اول الفيديو، يعني كنت مسحتها والله، ولكن حاولت اظبطها في المونتاج. يلا يا حبايب قلبي اللي لسه بيتفرج علينا يحط اللايك. هعمل كده شويه رز بشعريه حلوين والله طلعوا زي العسل. وطبعا سلقت الفراخ كده وركنتها على جنب، وبعدين طلعتها وحطيتها في الصينيه زي ما انتوا شفتوا. انا بحب اعمل الفراخ اللي في الصينيه دي قوي، بس انا ما بحبش اعملها بطماطم، يعني طماطم نيه كده، لا بحب اخد بصلايه واحمرها على النار وتشوي، يعني بسبك طماطم، يعني بسبك التسبيكه بتاعه خضار عاديه. وبعدين بعد ما بتتسبك قوي اروح حط عليها مرقه وملح وفلفل اسود والسبع بهارات وجوزة الطيب مش عارفه انا قلت الفلفل الاسود ولا لا. المهم انا حطيت دول كلهم في الطماطم او في التسبيكه بتاعه الفراخ، وبعدين ايه بحطهم على الفراخ من فوق. والله بتطلع طعمها فظيع، جربوها. ما تعملوهاش بالطماطم اللي هي مثلا ماشي، انا ممكن اعمل بعد ساعات اللي هي الطماطم ام بصل والكلام دوت في الخلاط وبحطها على الفراخ، بس لما تكون فراخ بالبطاطس او صينيه بطاطس بالفراخ انا بعمل كده. ولكن لا، الفراخ لما تكون لوحديها بعملها بالطريقه دي. ماشي. واهو حطيت حبه شوربه على الرز، وبعدين كملت بحبه ميه. هنعمل بقى الملوخيه اللي تجنن بصراحه، كانت جميله. حطيت كده ايه حبة على فكرة يا جماعة الملوخية دي والسبانخ دي كنت مشتريها السوق اللي فات، وكنت مشترية كوسة كمان وكده، فعملت الفيديو اللي فات كوسة وكده، وشلت شلت السبانخ وشلت الملوخية لاني ما كناش عايزينهم يعني في اليوم دوت. اكتفيت بالكوسة بس. قلت يعني ايه الاكل كتير والعيال ما بياكلوش خضار كتير يعني، وللاسف يعني هم مزعليني من الحته دي، ولكن بيحبوا الملوخيه قوي. بس الحمد لله، يعني لما قلت لهم على السبانخ فيها حديد وتخليكوا تجروا حلو والكلام ده، فرح يعني وانبسطوا وكلوها كلها، يعني بألف هنا على قلبهم. انا كده ايه اي حاجه بعملها بركنها على البوتاجاز من ورا. ماشي. الرز طفيت عليه اسمها ايه دي، انا كل شويه بنسى السبانخ برضو طفيت عليها وسبتها. هنعمل الملوخيه والقدحه بتاعتها. مين بيحب الملوخيه الناشفه او الخضره؟ يعني اشوف رايكم في الفيديوهات او الكومنتات قصدي. ايه رايكم في القدحه دي؟ جميله، كانت جايبه اخر الدنيا. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي ويديمكم في حياتي يا رب. يا جماعه انا ما بعرفش اعمل الشقه دي اللي هما بيقولوا عليها الخضه دي، ما اعرفش ولا ايه بتاعه الملوخيه. لا انا ما بعملهاش وبتطلع زي العسل والله. ايه رايكم في شكلها؟ يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يعجبكم وابقى عند حسن ظنكم يا رب العالمين، ونشارك بعضينا كده يلا عشان الشتاء جاية يا جماعة، عايزين نتحمس ونتشجع ونقوم نعمل اللي ورانا في الشقة. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، متنسوش اللايك يا حبايب قلبي. سلام.